أنيو عاملين ايه؟ تعالوا النهارده هتكلم معاكم عن كلية تربية نوعية فنية، قسم فنية بالأخص. وحشتوني بصراحة، وبصراحة طلب مني كتير موت على كل المنصات. كل ما اتكلم عن الكلية أو انزل بس حتى لو فيديو واحد كله بيسألني عنها. فأنا جاية اتكلم معاكم النهارده عن الكلية، أول بقدر الإمكان إن شاء الله خلال فترة السنة بتاعة التالتة من أول الترم إن شاء الله هحاول إن أنا أصور لكم أقصى ما يمكن كفيديوهات، وأحاول أشرح لكم أكتر عن كل مادة بناخدها. بس النهاردة أنا مش جاية أتكلم معاكم خالص عن المواد، أنا جاية أتكلم معاكم عن بالكامل قسم فنية عشان ده طبعا القسم اللي أنا فيه، ولكن هتكلم معاكم برضو بشكل عام عن الكلية عشان ما تتلخبطوش، لأن أنا لما عملت سيرش كنت أنا نفسي كنت بتلخبط. دلوقتي عندنا 4 فئات، تمام؟ لازم تكونوا فاهمينها، أنا هكتبها لكم جنبنا. عندنا فنون جميلة، فنون تطبيقية، وبعدين كلية تربية نوعية فيها قسم فني. الاثنين اللي فوق عبارة عن 5 سنين تربية فنية اللي هو هيطلع برضو منها مدرس رسم، قسم في الكلية، تمام، اللي هي نوعين. اوكي، فنون جميلة هي عبارة عن 5 سنين وبيكون فيها أقسام كتير. من سنة أولى بتكون عندهم اسمها إعدادي، وبعد كده بتبدأ تتخصص وتحدد إن أنت تدخل قسم إيه من التنسيق الداخلي. طيب دي ليها قدرات؟ طبعا ليها قدرات، وقدراتها بتختلف. عندهم قدرات فنون عادية وقدرات فنون عمارة. المهم عايزه اقول لكم بس حاجه، عشان وانا بعمل ايديت دلوقتي اكتشفت ان انا ما قلتهاش في الفيديو، وهي التخصصات بتاعت كل كليه هتخرج منها تبقى اسمك ايه في البطاقه من الاخر. هقولها لكم بالترتيب عشان ما يبقاش متلخبطه على الفيديو. كليه فنون جميله هي انت بتخرج منها على حسب القسم اللي انت بتدخله، ممكن تخرج منها مهندس عماره، مهندس ديكور، على حسب القسم اللي انت بتدخله. ممكن تكون عادي رسام، ممكن تكون رسام طبيعه صمت، على حسب التخصص اللي انت بتاخده. ونفس الكلام في فنون تطبيقيه. لكن في تربيه يعني كليه تربيه فنيه وكليه تربيه نوعيه قسم فنيه، انت بتطلع منها مدرس عادي جدا عشان انت بتنزل اصلا من اول تالتة لرابعه. برضه معلومه نسيت اقولها لكم، وهي ان انت بتدخل من تالتة ورابعه تربيه عملي، بتنزل كمدرس في المدرسه. فده تخصصك كبطاقه في الاخر، لكن فيما بعد ده كله بيكون اجتهاد شخصي مش اكتر. لو الكادر اختلف فهو عشان الفيديو كان واقف. المهم تعالوا نكمل كلامنا. كنت بتكلم معاكم عن فنون جميلة، تمام. كنت بقول لكم ان قسم عمارة فيها انتوا بتدخلوا على طول. اتوقع عشان بس ده حد علمي اللي انا اعرفه ان عمارة تقريبا فيها اقسام داخلية تقريبا، يعني مش متأكدة. المهم تاني حاجة هي كلية فنون تطبيقية. فنون تطبيقية طبعا هي موجودة في اغلب المحافظات المنتشرة اكتر من فنون جميلة. فنون جميلة موجودة في محافظات اقل، يعني بالنسبة لي كمحافظة دمياط هي مكانتش موجودة عندي. فنون تطبيقية طبعا موجودة عندنا عادي في جامعة دمياط، برضو نفس فكرة فنون جميلة، بيبقى ليهم 5 سنين ونفس فكرة ان هم عندهم قدرات، وبرضو بياخدوهم تنسيق داخلي على حسب الاقسام. بعد كده اقسامهم في اقسام كتير بس طبعا بتختلف من محافظة لمحافظة. شوفوا انتوا مناسب معاكم انهي اقرب حاجة ليكم وتشوفوا اقسامها ايه عشان تبدأوا تحددوا تدخلوا ايه. في نحت، وفي تقريبا في ديكور داخلي وديكور عامة. بصوا في حاجات كتير بصراحة انا مش فاكرة كلهم دلوقتي، بس لو كده ممكن ابقى اجيب لكم صورة او حاجة فيها اغلب انواع الاقسام الداخلية بتاعتهم. دي نبذة مختصرة عن نفس الكليتين اللي هما بيواجهوا نفس الكليتين التانيين. الكليتين التانيين انا بصراحة حد علمي عن كلية تربية فنية هي ان هي كلية خاصة لوحدها، مش خاصة يعني كلية لوحدها، تمام، وبتتخصص في الفن. بس مش متأكدة بصراحة هي 4 سنين ولا 5 سنين زي ما قلت لكم. فاول ما اتاكد هكتب لكم على طول ان شاء الله وانا بعمل اديت في الفيديو. تاني نقطه وهي ان هم مش موجودين في اماكن كتيره، يعني الكليه مش موجوده في محافظات كتير. يعني انا عرفتها بالصدفه ان هي موجوده في القاهره، معرفش فين برضو في القاهره بالظبط. انا برضو هعمل لكم سيرش عنها واجيب لكم البيانات دي كلها، لان انا خلاص يعني انا اوريدي في الكليه، فانا ما كنتش مهتمه ان انا اعرف كل البيانات دي، بس انا عارفاها بشكل عام. وخلينا نتكلم بقى في النقطة المهمة جدا اللي احنا اصلا عاملين عليها الحلقة دي كلها، وهي كلية تربية نوعية. كلية تربية نوعية هي عبارة عن 4 سنين وفيها اكتر من قسم، فيها اقتصاد، فيها موسيقى، فيها فنية، فيها حاسب آلي، فيها اعلام. برضو بتختلف من كل محافظة. في محافظة دمياط تبع جامعة دمياط، بس احنا كليتنا ليها كلية لوحدها بره الجامعة، بعيدة خالص عن الجامعة. عارفين في اول الجديده ودي في اخر الجديده. قلت لكم ان احنا عندنا اكتر من قسم. بس ساعه لما انا جيت ادخل الكليه
تمام، لان انا محوله، معرفش كله يعرف ولا لا، ولكن انا محوله. لما جيت ادخل الكليه لغوا القدرات بتاعت تربيه نوعيه قسم فني، مش عارفه موجود لسه دلوقتي ولا لا، بس في الاغلب يا هيكون انترفيو حاجه بسيطه وقت التقديم وكده، او وقت الحضور خلاص بدايه الدراسه وكده، في الغالب مش هيكون في قدرات، واحتمال لو في قدرات فهو قدراتها سهله جدا، ما فيهاش حاجه صعبه. بس طبعا انا ما دخلتهاش، انا هتكلم معاكم على اللي انا عرفته وسمعته من اللي حواليا. الدفعه اللي قبلنا كانت هي اوريدي دفعتي اصلا، دخلوا القدرات الموضوع كان سهل خالص، ما كانش في حاجه صعبه. وانا برضو دخلت قدرات فنون جميله قسم عماره، وبرضو كان الدنيا كانت لذيذه. مش عارفه انا لسه عندي صور ولا لا، ممكن اعمل لكم فيديو كامل، او ان شاء الله هعمل لكم فيديو كامل قريب عن القدرات بشكل عام، وايه اكتر حاجات مهمه بالنسبه لك كطالب داخل كليه فنيه ايا كان هي كليه ايه. هما كلهم بيبقى في ليهم ستاندر اساسي من الرسم نفسه، عشان يشوفوا ايه اللي قدامهم ده بيعرف يتعامل مع القلم والرصاص، وبيعرف يطلع منه حاجة كويسة، وبيعرف يشوف الحاجة بنظرة ان هو شايفها كأنها حقيقية ولا لا، اللي هو اسمها المنظور يعني. المهم خلينا نعمل لكم ده في فيديو تاني لوحده، لان ده محتاج كلام كتير ومحتاج مني شرح اوريدي طبعا عملي يعني. بقى ندخل بقى في القسم بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه اصلا، وهو اساسي واهم حاجة في كل الفيديو ده. هل الكلية قسم فنية ليه مستقبل؟ طب يا هنا الكلية ليها مستقبل تاني غير ان هو يكون مدرس رسم؟ يا هنا بقول لكم الاسئلة اللي انتوا بتقولوها لي بجد انا خايفة جدا وجايبة درجات قليلة، هل اعرف ادخل الكلية ولا لا؟ طب هي الكلية بجد صعبة؟ طب الكلية بتدفع فيها مصاريف كتيرة جدا؟ طب انا محتاجة ايه عشان ادخلها؟ محتاجة اخد ليها كورسات الاول؟ انا معرفش حاجة في الرسم بس حابة ان انا ادخلها واجرب اول وجديد عادي. كل اسئلتكم دي بتختلف من كل محافظة، كل دكاترة، وكل طريقة تعامل، وكل حاجة حرفيا. هتكلم معاكم الأول في حتة البادجت. تمام، فلوس الكلية عالية، أي حد هيدخل كلية عملية إذا كان بقى علمي علوم، علم رياضة، كلية فنية. أنا بقول لكم علم علوم وعلم رياضة علشان في حاجات زي زراعة وعلوم، كل الكليات العملية حرفيا بتصرفوا فيها جامد. بس طبعا احنا بيكون عندنا زيادة شوية، ولكن انت لو حد او انتي لو واحدة عندك حاجات اوريدي شغالة بيها وبتفهمي في الماتريال، الموضوع هيسهل عليكي كتير جدا، حتى وانتي بتشتري حاجات تعرفي تتعاملي معاها. وطبعا لو انتي عارفة ناس معينة بتجيبي منها حاجات معينة برضو الموضوع هيختلف معاكي. بادجت احنا البادجت بصراحة عندنا عالية شوية، ولكن كمصاريف ادوات احنا بنستعملها ومشاريع في نهاية الترم وهكذا. وطبعا احنا بيبقى عندنا مشاريع صغيرة طول الترم، وبعد كده بناخد مشروع كبير اخر. خلاص عندنا نقطة الفلوس او البادجت. تاني نقطة وهي هل الكلية ليها مستقبل؟ او طبعا مفيش كلية ملهاش مستقبل، ولكن بيختلف من شخص لاخر. فانا ممكن مثلا اكون حابة ان انا اكمل في حاجة تانية. يعني انا مثلا انا كهنا هشير معاكم دلوقتي حاجه من شخصيتي. انا متشتته جدا، من انا كنت اول ما دخلت كنت ناويه اكمل في حاجه في هندسه، او اخد حاجات تانية اعلى شويه ان انا اكون في هندسه وكده، لسه ما حددتش حتى تخصص. وفي نفس الوقت دلوقتي انا برضو بشتغل جرافيك وبعلم نفسي وبدرب نفسي من البيت على جرافيك ديزاينر وكده. ف طبعا الكليه ليها حاجتين وليها حاجات مختلفه، وممكن تطلعي مدرسه رسم، وممكن تعملي حاجات كتير جدا، لان هي الكليه مش حاجه الا ان انت بتاخدي شهاده. وطبعا الكليه مهمه وكل حاجه، ولكن انا شايفه ان هي دايما بتكون نقطه بدايه، مش هي النهايه. يعني مش اللي هو خلاص احنا خلصنا تدريس فاحنا خلصنا تدريس في النقطه دي عند الكليه دي، لا طبعا. الكليه دايما ايا كانت كليه ايه، وايا كان نصيبكم وتنسيق وكل ده هيدخلكم فين، فهو بيكون قرار وبيكون حاجه مصيريه، وبتكون حاجه الله اعلم ربنا بيكون شايف كل واحد في جزء فين. ف بس الكليه ليها تخصصات مختلفه، وممكن جنب الكليه تدربوا نفسكم وتحسنوا من مستواكم كرسم بقى. يعني بجد من مجرد بس ان انتوا تتعلموا الرسم يختلف معاكم في حاجات كتير جدا جدا بجد. طيب يا هنا التدريس عامه في الكليه ونظامها وكده. نظام الكليه مبدئيا لازم تعرفوا ان هي يوميا للاسف، يعني دي بس يعتبر العيب الوحيد. بس طبعا ليها ميزه ان انتوا بتتخرجوا بعد 4 سنين، بس ده طبعا على حسب بقى تقديركم وهكذا. تاني حاجه
هي طبعا من كل محافظة بتختلف، من كل طريقة بقى بتختلف، ومن كل دكتور بطريقته بيدرس المادة ازاي بتختلف. فانا ممكن يبقى عندي مثلا دكتور يدرس لي المادة كويس جدا، عندك نفس المادة دكتور في محافظة تانية يعني ممكن يكون كويس فعلا، بس مثلا انت مش قادرة تستوعبي من المعلومة صح، مش قادرة تنفذي ورا صح. فبالتالي في ناس بتندرج، في ناس بتلجأ ان هي تروح تاخد كورسات عشان تحسن نفسها للكلية، او بيلجأوا لحتة تانية ان هم يخلوا حد يعمل لهم الحاجة. ودي طبعا بحس ان هي حاجة مش حلوة، ما تكمليش في الكلية لو انت حاسة ان هي عليكي ضغط. كادر اتغير للمرة خرشومية، ولكن انتوا طلبتوا مني بزيادة كتير، فانا بحاول بجد احط لكم كل المعلومات في حتة واحدة واقسمها لكم على المنصات التانية عادي، مش مشكلة، بس هنا يكون كامل بحيث ان انتوا تستفادوا اكتر كم او اكثر كم عامة. فاخر حاجة ان انتوا لو حاسين ان الحاجة دي انتوا بجد بتبذلوا فيها مجهود زيادة عليكم، حاولوا تشوفوا حاجة طبعا قريبة للحاجة اللي انتوا بتحبوها. وعندنا اقسام تانية، فهو لو في فعلا حد حابب قسم معين يعني يكون احسن. يعني حاسة ان انا عايزة اظبط الكادر سنة. القسم نفسه بقى هو قسم لذيذ جدا ومواده لذيذة جدا، بس طبعا هو بجد الموضوع بيكون مرهق شوية، عشان هو كده يعني. انت لو مرهقتش نفسك وعملت شغل فيها بايدك هتحس ان انت خارج بجد ما استفدتش اي حاجه. فهي دي النقطه اللي بيقولوا عليها ان انت ما بتستفادش منها حاجه. لا، انت بتستفاد طبعا كويس جدا منها، وتعاملك مع الدكاتره وكل حاجه بجد ممكن تخليك تستفاد منها، بس انت تستغل كل حاجه صح. استغل كل حاجه صح ازاي يا هنا؟ بحيث ان انا لما ادخل ماده اعرف الدكتور بتاعها، اعمل سيرش عنها بيني وبين نفسي، لما اجي اتعامل فيها ما اعليش نفسي على الدكتور، اتعامل مع الدكتور مثلا حبيت اعرف معلومه اروح اتكلم مع الدكتور، ما اتكلمش مع الدفعه عشان هو زيك زيه وهو زيك زيه انتوا الاتنين شبه بعض، مفيش اختلاف. هو لان احنا في مكان بندرس فيه. بس كنت هقولكوا على المواد. بس في سنه اولى بتاخدوا 7 مواد في الترم الاول مش اكتر، وبعد كده الموضوع بيبدا يتطور، بيبقى عندكم برضو ليميت معين، بس بيبقى معاكم ان انتوا تاخدوا مواد بزياده. فده بتختلف من شخص لشخص، بس انا كهنا ارجح طبعا جدا كمان وبشده ان انتوا تاخدوا مواد. اول ما يفتح لكم ساعات ان انتوا تاخدوا مواد، حاولوا تاخدوا اقصى مواد تقدروا تاخدوها. لو حسبتوها حسبة فلوس فانت كده بتدفع فلوس وانت كده بتدفع فلوس، بس لو حسبتها حسبة ان انا هاخد اكتر كم اعرف اتعامل فيه، وطبعا اكون فاهمة يعني اسأل الدفعات الاكبر مني مثلا المادة دي سهلة المادة دي صعبة كده، ولقيت ان الدنيا لذيذة وسهلة وممكن الدكتور يمشي الدنيا فيها وما تعملش فيها حاجات كتير، يبقى انت عندك مثلا شوية مواد عملي وشوية مواد نظري، تبقى انت بتمشي دنيتك، يبقى انت كده بجد بتفكر صح، او انت كده بتفكري صح. الكلية عشان جالي سؤال هي كويسة للولاد، عايزة اقول لكم بس هو عادي جدا الولد يدخل فيها، لان هو كلها عبارة عن فن يعني ما فيهاش حاجة. وعايزة اديكوا بقى انطباع تاني خالص ملوش علاقة بالورقة والقلم والرصاص. الكلية مش عبارة عن ورقة وقلم ورصاص فقط، ده احنا عندنا مادة او مادتين بس اللي بنستعمل فيهم ورقة وقلم ورصاص بجد. بقية المواد حرفيا عندك مادة طين، مادة معادن، مادة أشغال معادن، أشغال خشبية، نحت اللي هو الطين. عندك برضو خزف تستخدم الطين، النحت بنستخدم بعد فترة جبس. عندنا مواد كتير يعني دي أغلب المواد العملية. طبعا احنا المواد النظري عندنا بتبقى تاريخ التربية، التربية الفنية، بيبقى في مواد مشتركة، بيبقى بناخد مثلا أوقات عربي انجلش كده، انتوا فاهمين. بندرس غير التاريخ عندنا اكتر من تاريخ تقريبا، مواد كتير تمام، بتختلف من كل كلية ترتيبها ايه. كده اقدر اقول ان انا قلت اقصى ما يمكن اقوله. لو حابين تعرفوا اسئلة تانية بس بجد ما تقولوش اسئلة مكررة، عشان خلاص يعني انا بجد جاوبت على كل الاسئلة. انتوا بتقولوا على الدرجات وكده، الكلية حرفيا بجد مفيش كلية لها علاقة بدرجات. العالي موت والقليل جدا بيدخلوا نفس الكلية وفي الاخر بيخرجوا حاجات مختلفة، وكل واحد مصيره بيختلف هو اللي بيختاره. فهي ملهاش علاقة خالص بالكلية، بجد هي ملهاش علاقة نهائي بالكلية. بس اتمنى اكون بجد ما رغيتش كتير وما كنتش ازعجتكم. انا هعمل لكم فيديو ان شاء الله عن القدرات بشكل عام،
وهبدا اوريكم الخطوات بتاعتها والطريقه، وممكن حتى اديكم زي كورسز كده ورا بعض لكل بشكل عام. ممكن اقول لكم لكل جزء لوحده، هعملها زي سلسله يعني هصورها مره واحده وانزلهم ورا بعض كده. وبس كده اقدر اقول لكم ان انا خلصت الفيديو النهارده، والفيديو النهارده كان عن كليه تربيه نوعيه فنيه. وانا بجد مبسوطه جدا ان انا رجعت اتكلم تاني عنها، عشان انا كنت اخده ارت بوك وارت فيديوز او خلال فتره الكليه. تواصلوا معايا من خلال الاكونتات بتاعتي كلها اللي موجوده في الديسكريبشن تحت، وانا برد بجد على كل ما حد بيرد على بيتكلم معايا، والله برد على كله بقدر الامكان. وبس يعني حابه ان انا عايزه بس اوصل لكم معلومه صغننه جدا، ان انا محتوايا هنا مش عباره عن الكليه فقط. انا كنت في البدايه كنت بادئه برسم، ومؤخرا ما باجي اسافر او كده بصور زي فلوجز، فانا بعمل حاجه اللي بحبها، فبحس ان مش مجبره ان انا دايما اعمل كل حاجه عن كونتنت واتكلم وهكذا يعني. بس حبيت اقول لكم يعني المعلومه دي، عشان بس كده خلاص. باي. متنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب للقناه، تعملوا لي فولو على الاكونت بتاعتي وتفعلوا زر الجرس. باي.